بتتفاجئ عبير إن في دخان أسود ملا الأوضة عليها، والدخان ده كمان بدأ يتشكل في صورة جن وليه عيون حمرا. هنا عبير ما كانتش مصدقة اللي بيحصل، هي مش عارفة هي في الحقيقة ولا في الحلم. حاولت إنها تتكلم كتير ولكن لسانها كان عاجز عن الكلام، لحد ما الجن ده قرب عليها، وهنا بدأت تتكلم وتقول له: انت مين؟ انت عايز مني ايه؟ قال لها: انت هنا أسيرة في المملكة بتاعتنا، وانا مش هسيبك عشان اللي عملتيه في ابني. قالت له: انا ما عملتش اي حاجة، انا عمري ما اذيت اي حد. فسألته هنا: انت بتتكلم عن مين؟ قال لها: ابني اللي كان في القعدة وانتي اذيتيه ومات. وبدأ انه يقرب منها ويضحك ضحكة كده شريرة. هنا عبير ما كانتش قادرة وخلاص كانت بتفرفر، وكل ما تيجي تتكلم ما كانتش قادرة تتكلم، وهو بيقرب منها وكمان كان بيسحب روحها منها. هي هنا كانت عمالة تصرخ ولكن صوتها ما كانش طالع، لحد بقى ما تسمع صوت رحمة أختها، وقالت لها: أنا كنت عمال أهز فيكي وأنت كنت فاتحة عينك فتحة غريبة، ولكنك كنت نايمة في نفس الوقت. وبدأت تسألها: أنت إيه اللي كان بيحصل معاكي؟ وفي نفس الوقت شافت إن في علامات على رقبة أختها. هنا بقى عبير ما كانتش مصدقة اللي بيحصل، وهل ده فعلا حقيقة؟ طب ازاي حقيقة وفي علامات ظاهرة مريبة جدا وغريبة وشكلها مرعب قوي موجود على رقبتها؟ فهنا بقى عبير قامت بسرعة تقف قدام المراية، ولما بصت لقت فعلا إن في شكل إيد كأن حد بيخنقها على رقبتها، والآثار دي كانت حمرا زي الدم. وهي بقى بتبص في المراية بتتفاجئ إن الظل ده أو الدخان اللي عينيه حمرا ظهر وراها فجأة، فبتروح واقعة على الأرض وبتفضل تتسحب وهي بتصرخ بأعلى صوتها، ولكن أختها رحمة بتحاول تهديها وتقول لها: مفيش أي حاجة وإهدي أنا معاكي. عبير بقى بدأت تحكي لأختها عن اللي حصل، وإنها جالها كابوس مرعب بسبب إنها كبت المية السخنة في القعدة، وإن حاسة إن في جن بيطاردها بسبب الموضوع ده. فهنا رحمة قالت لها: يمكن ده فعلا كابوس ومش أكتر، وانت بس اللي كنت بتحاولي تخنقي نفسك عشان مثلا ضغوطات او بتحلمي بكابوس فبتحاولي تخرجي منه. فهنا عبير ردت عليها وقالت لها: حتى لو كان الحلم ده كابوس فاللي انا شفته في المراية ما كانش كابوس وكان حقيقي. فهنا بقى رحمة بدأت تهدي فيها، وراحت قايمة مشغلة سورة البقرة، وقالت لها: ما تقلقيش هنشوف حل للموضوع ده. ومن كتر الرعب اللي عبير كانت فيه ما كانتش راضية انها تسيب رحمة تروح في اي مكان. حتى قالت لها: هقوم اجيب لك كوبايه ميه، رفضت وقالت لها: انا رجلي على رجلك، المكان اللي هتروحي فيه هاجي معاكي فيه. فهنا راح